تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني التحفة اللي انتي شايفاها قدامك دي. شايفة قد ايه لونها تحفة، مزقية بشربات مظبوط جدا، في نفس الوقت طالعة قوامها رائع ولونها من جوه فاتح وفي منتهى الجمال. شايفة التسوية بتاعتها عاملة ازاي؟ عملناها بمكونات سهلة جدا وموجودة في كل بيت. الرواني من الكيكات التحفة اللي الكل بيحبها جدا. تعالوا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي وطلعت معانا تحفة، خطير كده ازاي، وهنشوف طعمها في اخر الفيديو هيبقى عامل معانا ايه. يلا بينا نخش على الطريقة ونشوف هنعمل معانا الرواني النهاردة ازاي، او كيكتي تطلعيها معاكي في اقل من نص ساعة هتكوني عاملة احلى صينية كيكة او صينية رواني بالطريقة التحفة دي. تمام، يلا بينا نخش على الطريقة ونشوف هنعمل الرواني بتاعتنا دي ازاي. تعالوا نسمي كده بسم الله وندخل على الطريقة على طول. في البداية كده هنحضر معانا الشربات. ادي كوبايتين من السكر، كوبايتين هنحط عليهم كوبايتين مية بنفس الكوباية بتاعت السكر، الكوباية التانية، وارفعهم على النار لغاية ما ياخدوا كده غلوتين مع بعض. انا مش عايزة الشربات يكون تقيل، الشربات بتاع الباباز او الرواني بيكون خفيف، فانا هحطه على النار يا دوبك هياخد له غلوتين كده، وبعد كده هنطفيه ونكمل نحط عليه كيس فانيليا وتسيبه لغايه ما يبرد ونشتغل مع بعض. يلا في الرواني نحطه على النار ياخد غلوتين وبعدين نطفي عليه ونكمل مع بعض الرواني. تعالوا بقى نحضر كده المواد الجافه مع بعض. هحط كوبايتين من الدقيق، ادي الكوبايه التانية، هحط عليهم كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر. طبعا ما ننساش ذرة الملح، هننخل دول كده الاول، دقيق بالبيكنج باودر وهنحط عليهم ذرة الملح. طبعا لازم الكيكة تتنخل، لازم ننخل الدقيق كويس مرة واتنين وتلاتة كمان علشان يخش له هوا. كيك الرواني او اي نوع كيك بنعمله لازم ننخله كويس جدا. الهوا اللي بيدخل ده بيفرق كتير جدا في نتيجة الكيكة معانا، بيخليها مرتفعة كده ومش مكتومة، بيخليها جميلة. فلازم الخطوة دي يا جماعة ما نستغناش عنها، الخطوة دي أساسية. أنا هنخله مرة واتنين وتلاتة. هبتدي أنخله مرة تانية كده، وهنرجع تالت مرة وننخله. قرصة كده صغيرة بقرصة الملح مش عايزين ننساها اهي. خلاص كده المواد الجافة جهزت معانا والشربات على النار. نبتدي بقى نعمل المواد السائلة. طبعا الفرن من اول ما ابتديت في الكيكة وهي شغالة. المواد السائلة بقى معانا سهلة جدا. مطرح الطبق هو مطرح ما عملنا فيه الدقيق، هنجيب 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ادي اول واحدة، تلاتة، 4 بيضات، اربع بيضات هنحط عليهم معلقه خل كبيره. معلقه الخل دي بتفرق كتير برضو في الكيكه معانا، ما تقلقيش منها، هي ما بتفرقش في الطعم لكن بتفرق في لون الكيكه، بتفرق في ريحه الزفاره بتاعه البيض، وبتفرق كمان في الهشاشه بتاعه الكيكه معانا. يبقى احنا حطينا 4 بيضات، معلقه الخل، وكوبايه سكر. طبعا معانا كيس الفانيليا هنحطه بس بعد ايه،
ما نقلب كويس جدا البيض ده لغايه ما يفتح معانا. تقدري تعملي الخطوه دي في الخلاط، تقدري تعمليها بالمضرب الكهربائي، تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي زي كده. انا هعملها بالمضرب اليدوي عشان يبقى متاح عند كل الناس. هضربها كويس جدا لغايه ما السكر يدوب ويفتح معايا البيض ده خالص، الاقي درجته كده عمل ازاي الاوف وايت. تمام. هضربه بقى كويس. ومش عايزين ننسى كيس الفانيليا، هدوبه كويس جدا وارجع لك تاني. ده مستمرين كده في تدويب السكر لغايه ما البيض يفتح. بصي هو لونه ابتدى يفتح معانا ازاي. لسه هقلبه تاني. بصي هنا الشربات خد معايا غلوتين على النار، شلته من على النار وهبتدي انزل عليه بكيس الفانيليا. هقلبه. شوفوا لسه سخن اهو. اهم حاجه ان هو يكون بارد والكيكه طالعه من النار سخنه. عشان كده احنا ابتدينا بالشربات الاول. خلاص كده قلبنا الفانيليا، هسيبه بقى على جنب يبرد لغايه ما نكمل بقيه خطوات الكيكه. قلبت الخليط لغايه بصي فتح معايا خالص ازاي، وتحسيه اترفع كده لفوق وابتدى يفتح درجته. اجيب معايا كيس الفانيليا، مش عايزين ننساه. انا حطيته كده بعد ما قلبنا شويه علشان تفضل ريحته موجوده. هديله تقليبه كده. شايفه الخليط فتح معايا ازاي. الرواني ما بيحطلهاش اي ماده دهنيه ولا سمنه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. يبقى احنا هنا حطينا 4 بيضات، كيس الفانيليا، معلقه الخل، وكوبايه السكر، قلبناهم كويس لغايه ما دابوا. ودي علبه زبادي بلدي خالص، او ممكن تحطي علبه زبادي بتاعت الشركات، اي نوع عندك متاح ماشي. هبتدي اخلطها برده كويس جدا مع الخليط. طب ما حطيتهاش ليه مع الاول من البيض والسكر وقلبتيها معاهم؟ انا حابه ان انا احطها كده بعد ما دوبنا السكر كويس، عشان كل ما بتديها تقليب وكل ما بتخلطي المكونات السايله دي كويس جدا بتفرق معاكي جدا في طريقه الكيكه في الاخر. تخلي الكيكه معاكي تطلع هشه وفاتحه كده وبتبقى مش مكتومه. هندوب بقى الزبادية دي كده كويس جدا مع الخليط، وبكده بتبقى خلاص الرواني بتاعتنا خلصت. خلاص دوبت السكر كويس والبيض والزبادي والفانيليا مع الخل، يبقى كده المواد السائلة بتاعتنا جاهزة. هنبتدي بقى نجيب المواد الجافة وننزل كده شوية بشوية. طبعا احنا كنا حاطين ذرة الملح وما قلبناهاش. هنزل بقى شوية بشوية كده بالدقيق، ما تنزليش بدقيق مرة واحدة، شوية بشوية واخلطي، شوية بشوية واخلطي. كل ده بيدخل هوا معايا في الكيكة. خلاص اختلطوا اول شوية، هبتدي انزل تاني كده شوية تاني من الدقيق. برضو هنخلطهم لغاية ما يدوبوا تماما. بقى الخليط معانا فاتح قد ايه، تحفة. خلطنا الدقيق كده تمام وبقى زي الفل. هجيب عندي صينية دهنتها مادة دهنية وحطيت فيها دقيق، بدرتها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. الصينية دي مقاس 26، وهبتدي انزل بيها في الخليط بتاعي. طبعا الفرن كل ده كانت شغالة من اول ما ابتدينا في الكيكة. شايفة قوام الكيكة عامل ازاي، لونها فاتح. ده علشان السكر كان فاتح، وفي نفس الوقت اديناها مراحل في التقليب بتاعتها مع السكر لغاية لما داب، ما استعجلناش عليها واحنا بنقلبها. هننزل كده كل الخليط ده معانا. دي بقى ايه، اديها دبتين كده على الصينية علشان يخرج منها اي هوا. بس كده تمام. هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة عالية، وزي ما اتفقنا الفرن كانت شغالة من اول ما ابتدينا في الكيكة،
وهنسويها ونرجع مع بعض نشوف شكلها بعد ما استوت، ونشوف هنسقيها ازاي بالشربات بتاعها. الكيكه اهي طلعت معانا من الفرن. طبعا عملت لها اختبار كده من النص، لقيتها خلاص السكينه طالعه نظيفه، او بخله السنان باي حاجه، او خله الشيش طاووق تحطي كده من النص. لو طلعت معاكي نظيفه خلاص هي كده استوت. طبعا هي لسه طالعه سخنه جدا. هبتدي بقى اقطعها التقطيعه اللي انت حباها. قطعتها مربعات بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ايه، الشربات اهو برد معانا. بصي القوام بتاع الشربات معانا بعد ما برد عامل ازاي. انا مش عايزاه يبقى تقيل، انا عايزاه القوام ده حلو جدا. هبتدي بقى اسقي بيها كويس كده. الشربات بارد والكيكه سخنه. مين الشربات بارد والكيكه سخنه، ما ينفعش نحط الاتنين سخنين علشان الكيكه ما تعجنش معانا. اسقي كل حته كده فيها كويس جدا وهي هتشربها. هطلع لك حته دلوقتي منها وهوريكي قد ايه هي تحفه. هو المقدار ده حلو قوي على الصينيه، هي لسه هتشرب. يعني مقدار كوبايتين السكر على كوبايتين الميه مش كتار، يا دوبك اهو. اسقي كده من على الطروف ومن كل حته. الله الله على الجمال. وزعي كده الشربات كويس. شايفه لونها ذهبي وتحفه ازاي. تعالوا نطلع حته كده منها عشان نشوفها هي قد ايه من جوه مزقيه، ونشوف كمان قد ايه هي لونها عامل ازاي من جوه. بسم الله. طبعا هي لسه سخنه جدا. شايفين الرواني عامله ازاي، شايفين ارتفاعها، شايفه هي قد ايه من جوه فاتحه. عشان كل العوامل اللي احنا قلنا عليها واحنا بنعملها فيها طلعت معانا النتيجه كده في الاخر. فاتحه مرتفعه في منتهى الجمال. شايفه عامله ازاي، شايفه قد ايه مرتفعه هشه. افتحها لكم كمان كده عشان تشوفوا هي قد ايه خطيره. شايفه الكيكه من جوه عامله ازاي، بجد روعه روعه روعه. مفيش احلى من كده. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم، ولو عجبتك الطريقه ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناه لو لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.